السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية أفكار وشوية وصفات هتعجبكم جدا بإذن الله، وهنتعرف مع بعض على مشترياتنا النهاردة، وكمان هنتعرف مع بعض إزاي ب5 جنيه نعمل أكتر من وصفة بأفكار بسيطة جدا واقتصادية جدا. إن شاء الله هتعجبكم وتوفر معاكم كتير جدا في الميزانية. جربوا وصفاتنا النهاردة وأفكارنا النهاردة، ويا رب تستفادوا منها وتخرجوا من الفيديو ده بأفكار حلوة بإذن الله، وتقدروا تطبقوها وتفرق معاكم كتير جدا بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الطماطم ما شاء الله سعرها حلو جدا في السوق. أول ما نزلت السوق كده لقيته بيبيع الجامدة ب5 جنيه والطرية الاتنين ب5 جنيه. فانا جبت 2 كيلو جامدة و2 كيلو طرية. وبعد ما مشيت كده وخلصت تسويق لقيت الراجل بيقول ال3 كيلو ب10. الطماطم الحلوة دي، الطماطم اللي انا لسه جايباها دي، ال3 كيلو ب10 جنيه. فنقيت منها في الطري وفي الجامد ما شاء الله حلوة جدا. فنقيت منها في قلب بعضها كده، فقلت مش هتخسر بما ان سعرها قليل، اجيب منها بقى وافرز واعمل كده صلصة واعمل اكياس في الفريزر ونعمل افكار حلوة باذن الله. مسكت الطماطم بقى كده، شلت الجامدة لوحدها والطرية لوحدها، وجبت علبة الطماطم بتاعتي. شلت منها الطماطم اللي كانت موجودة عندي من السوق اللي فات، وغيرت كده الورق اللي معايا من زمان. عارف ان ده الورق بتاع المذكرات بتاع الولاد، بيمتص كده الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الطماطم ويخلي الطماطم تقعد معاكي اكبر فترة ممكنة، ونوفر شوية بدل المناديل وكده. طب لو ما عندكيش ورق بتاع المذكرات او الكتب او الكراريس دي، تقدري برضو تجيبي فوطة كده من بتاعة المطبخ، تكون فوطة نظيفة تخصصيها برضو للحاجات دي. دي الطماطم الطريه اللي انا كنت جايباها، بقول لكم ال2 كيلو ب5 جنيه. ما شاء الله حلوه جدا ولونها احمر، هتعمل معايا كده صلصه تقيله وجميله باذن الله. وجبت كمان بقى اللي هي الطماطم التانية، هوريكم برضو شكلها. ديت الكيلو ب5 جنيه. دي كنت جايباها الصبح بدري، بس والله التلاتة ب10 يعني حلوة برضو ومفيش فرق ما بينهم كتير. المهم ان انا حطيت الطماطم الطريه لوحدها والجامده لوحدها. بخلي العلبه دي مقفوله، يعني ما بستخدمهاش كده الا في الاواخر خالص. وباخد بقى بقيه الطماطم اللي عندي دي لما ببقى جايبه كميه حلوه كده، باخدها واحطها في علبه تانية استخدمها. دي احطها كده واسيبها في التلاجة، مش هستخدمها، وهستخدم اللي هي في العلبه الصغيره دي الاول. علشان كده حطها كده يعني، ولا حاطه بقى ورق ولا حاجه، لاني هستخدمها في الاول خالص. بعد كده جبت الفلفل. ما شاء الله الفلفل حلو جدا وحجمه حلو جدا، ينفع للمحشي، ينفع لأي وصفة تحبيها. جبته الكيلو ونص ب10. والخيار ده لقيته ما شاء الله خيار فلاحي كده، يعني الكيلو ب10 جنيه ما شاء الله، عجبني جدا برضو. جبت 3 كيلو منه. والبطاطس دي لقيتها ب4 جنيه، يعني بما انها صغيرة، انتوا عارفين ان انا بحب اعمل بطاطس مسلوقة كتير. بتبقى حلوة جدا وبتوفر معايا كتير جدا ب4 جنيه، يعني مش سعرها مش عالي خالص. وجبت كمان البطاطس اللي هي الكبيرة دي، جبتها الكيلو ب10 جنيه برضو حلوة جدا. فجبت منها كمية قليلة لان انا عندي اصلا بطاطس وكده، بس المسلوقة بستخدمها اكتر، يعني بحب اسلقها كده، بسلق كمية كبيرة واحطها في التلاجة واطلع منها بقى ايه للفطار للعشاء لاي حاجة. والبرتقان طبعا يعني ده اساسي، قبل ما يخلص كده لازم كل اسبوع بجيب برتقان. وجبت النعناع ولقيت فيه جذور، وريته لكم، هنزرعه سوا ان شاء الله وهنتعرف مع بعض ازاي نزرعه. وجبت الملوخية. جبت الملوخية ما شاء الله، جبتها نص كيلو ب7 جنيه ونص. وجبت ربع ليمون، احنا مفرزين ليمون بس، يعني لازم اجيب ربع ليمون كده، ولو احتجت بجيب من في الفريزر. الربع ليمون جبته ب6 جنيه. وجبت الكنافة والجلاش، يعني النص جبته ب15، سواء الكنافة او الجلاش. يعني حبينا بقى نعمل وصفات حلو وصفات حادق، يبقوا الاتنين موجودين عندنا بإذن الله. فانا بنتي قالت لي يا ماما عايزه اكل كنافه، فجبت كنافه. والجلاش ده بجيبه اساسي كده لما بيبقى معايا متوفر فلوس، بجيب الجلاش واحطه في الفريزر. وقت بقى ما يكون عايزه اعمل اكل وما عنديش حاجه في البيت، ممكن اطلع بقى الجلاش دوت، اعمله ميكس جبن، اعمله خضار بس، اعمله بالبصل المكرمل، اعمله بالعصاج، يعني في اي وصفه بيمشي معايا. جبت كمان الدقيق دوت، ومش قادره اقول لكم انا سعيده قد ايه ان انا جبت دقيق القمح الكامل ده. يعني بما اننا ارياف المفروض الحاجات دي تبقى موجوده، بس لا، مش بلاقيها دايما يعني. فانا لقيت واحده ست كده قاعده في السوق بتبيع بقى الدقيق وبتبيع الرده وبتبيع الجبنه القديمه. فانا خدت منها كيلو الدقيق القمح الكامل ده، جبت ال2 كيلو ب35 جنيه.
حبيت اعمل عيش بقى بيبقى حلو جدا وصحي اكتر من الدقيق الابيض. حبيت برضو ادخله في الوصفات، اخد جزء من الدقيق الابيض على جزء من الدقيق الاسمر واعمل منه توست، اعمل منه وصفات كتير جدا ان شاء الله هنعملها مع بعض الفترة اللي جاية. وجبت كمان الردة، مش قادرة اقول لكم الردة بتاعتها، يعني انا ما شفتهاش من زمن بصراحة. لما بجيب من عند العطار او كده الردة بتبقى خشنة مش ناعمة بالشكل ده ومش فاتحة كده، بتبقى غامقة شوية. لا دي ردة فلاحي برضو عجبتني جدا. وقلت لها على الغلة، قالت لي ان شاء الله اجيب لك السوق الجاي، فان شاء الله تجيب لي غله كده واجيبها السوق الجاي واعمل بليله بقى واحط في اكياس كده في الفريزر، بتنفع برضو في الفطار وبتوفر معانا كتير جدا. فانا بقى جبت الرده وجبت الدقيق. الرده برضو ممكن احطها على العيش، وكمان بحب بقى اعمل كبده بالرده، بتدخل في وصفات حلوه وما شاء الله يعني حلوه جدا. جبت الكيلو منها ب15 جنيه. تعالوا بقى قبل ما الفيديو ما يخلص كده وننسى، تعالوا ندعو لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، واجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. هنا كده النعناع ابتديت افصصه وبوريكم هنا كده انا بفصصه كله ليه، عشان ازرعه كده. يعني انا شفت طريقة حلوة جدا للزراعة بتاعت النعناع دي. لما بلاقي نعناع فيه جذور كده بجيبه وقلت بقى ازرعه كده ان شاء الله. عندي اثاري زرع كتير بس فاضية كلها بفضل الله. يعني كنا زارعين مع بعض قبل كده الجرجير والخضرة بتاعت المحشي، وكنا زارعين زرع حلو جدا في الحوض الكبير. فانا فضيت الحوض الكبير وعملت اثاري زرع صغيرة ان شاء الله هبقى اوريها لكم ونزرع مع بعض باذن الله. عايزه اقولك على حاجه برضو، لو انت مش هتزرعي النعناع او النعناع بتاعك مفيهوش جذور، احسن طريقه علشان النعناع يفضل ريحته قويه وتفضل يعني بعد ما يتنشف كده يفضل ريحته قويه، سيبيه بالعيدان بتاعته، ما تفضهاش خالص من العيدان. هنا كده برضو بوريكم السمك ده سمك البلطي. تعرفي منين ان السمك ده نوع كويس؟ بتلاقي كده الجلده بتاعت السمكه من بره غامقه شويه، يبقى كده السمك ده مش سمك مزارع او اكله مش حلو، لا بتاكل اكل كويس. وكمان بتبقى الخياشيم بتاعتها كده لونها احمر، فكده تبقى صبحه وجميله. فانا جبت نص كيلو بس من السمك البلطي، وجبت كيلو من السمك المكرونه. يعني كيلو السمك المكرونه ب100 وكيلو السمك البلطي كان ب80. انا جبت كام سمكه دول 48 جنيه، يعني بابانا بس اللي بياكل السمك البلطي، فانا جبت لده ولده علشان نرضي جميع الاطراف. فان شاء الله برضو نبقى نعملهم في يوم. بصوا بقى الكنز بقى اللي انا جبته النهارده. جبت ال3 كرنبات دول ب5 جنيه. يعني الراجل كان بيبيع ال4 ب10، قلت له لا هاخد ال3 ب5. في الاول قال لي لا، لما مشيت قام قايل لي طب تعالي خديهم. بصوا انا كنت متخيله ان الورق بتاعهم يعني مش هيبقى حلو، بس لا ما شاء الله. بصوا الورقه يعني ناعمه وطريه، مش تخينه كده من جوه، بس اللي ممكن الاقي ورق تخين، وده هعمله وصفه تانية خالص. فانا هجيب الكرنب بتاعي وهاخده انقيه بقى، اشيل الورق اللي مش حلو اشيله، والورقه الحلوه ابتدي اسلقها وكده. فانا هعمل ال3 كرنبات دول، هعملهم اكتر من وصفه. اول وصفه معانا هتكون وصفه المحشي. ان انا هجيب الكرنب بتاعنا واسلقه علشان اعمله محشي. احنا كنا عاملين التسبيكه مع بعض في الفيديو اللي قبل ده، فالموضوع بالنسبه لنا سهل، وكنا مقطعين الخضره وحطيناها في التلاجة. فانا حطيت بقى الرز على الخضره على التسبيكه بتاعتنا، ما خدتش وقت خالص ولا مجهود. وهنا بقى ابتدي اسلق الكرنب بتاعنا. حطيت ميه على النار وبعد كده حطيت لها شويه ملح، ولما غليت ابتديت انزل بالكرنب بتاعي. هقول لكم على طريقه حلوه جدا سريعه كده ازاي تقطعي بيها الكرنب من غير ما ياخد برضو معاكي وقت ولا مجهود. تابعي معايا الفيديو وان شاء الله تستفادي من الافكار النهارده باذن الله. بس قبل ما نكمل افكارنا، اتمنى لو وصلتوا لحد هنا وافكارنا عجبتكم تدعمونا بلايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه جداد علينا، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وتعملوا مشاركه للفيديو مع اصحابكم علشان الكل يستفيد من افكارنا ووصفاتنا باذن الله، وعلشان القناه تكبر بيكم وليكم. فانا خدت الكرنب بتاعي وابتديت بقى اسلقه على النار. يعني بحب احط كده الكرنبايه كلها على بعضها وافككها جوه الميه. لو بتحبي ان انت تفككي ورقه ورقه مفيش مشكله، الطريقه اللي تعجبك وتريحك تقدري تشتغلي بيها. طيب ازاي بقى نعمل
الورق بتاعنا نقطعه كده بمنتهى السهولة. هقول لكم دلوقتي بس خليكم معانا. انا ابتديت كده اضغط عليها من كل ناحية، ولما الاقي كده الورقة طريت معايا ببتدي اطلعها. ما بتاخدش وقت خالص، يعني الكرنب دوت مش الكرنب البط بتاع زمان اللي بيبقى مكتل، لا بيقولوا عليه كرنب سبعيني، بس يعني حلو، طعمه حلو في الوقت ده، وفي نفس الوقت الورقة بتاعته مش سميكة قوي. فاحنا هناخد الورقة السميكة هنعملها مخلل مع بعض بطريقة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله، والورقة الطرية هناخدها نحشيها. فانا بجيب كده الورق اكتر من ورقة كده بحطها على بعض بالشكل ده، وببتدي بقى اما بحطهم اكتر من ورقة 4 5 على قد ما ايدك تقدر تمسك وتتحمل، وبقطعهم بالسكينة. يعني هو مش صح ان انا اقطع على الاستانلس وكده علشان خطر جدا، بس انا حبيت اوريكم الطريقة وهوريها لكم تاني على القطاعة، فان شاء الله كده تعرفي تعمليه بالطريقة دي ويبقى سهل معاكم. بصوا شايفين ما شاء الله. تقدري كمان بقى تقطعيه قطع صغيرة لو تحبي بنفس الشكل ده برضو هيبقى معاكي حلو جدا. هنا بقى جبت كرومبايه كده وابتديت افكك كام ورقة منها كده علشان ما احطهاش كلها على النار، وهاخد كده الحبة الاخرانيين دول وهحطهم في التلاجة. حبيت اعمل بقى سلطة كول سلو، يبقى الكرنب بتاعي موجود، وساعات برضو بدخله في السلطة البلدي العادية خالص، برضو بيطلع حلو وقيمته الغذائية عالية جدا. فانا هحطه في الكيس كده في قلب التلاجة لوقت استخدامه. يبقى انا كده عملت من ال5 جنيه دول محشي كرنب، عملت سلطة اللي هي سلطة الكول سلو او اي سلطة بقى تحبيها. ما شاء الله هنعمل كمية حلوة جدا، وهنعمل برضو برطمانين مخلل حلوين جدا. هنا كده بصوا بحط كده الورق على بعضه، بس بنقي الورق يكون قد بعضه علشان ما هقدرش من الورق بتاعي. حطيت بقى 4 ورقات 5 ورقات 6 ورقات على حسب ما انت عايزه، المهم يكون الحجم بتاع الورق واحد. وبالسكينة كده وهنزل عليهم مرة واحدة، بصوا بالشكل ده، وهبتدي بقى اقطعه برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وتقدري برضو تقطعيه ايه قطع صغيرة لو تحبي، بس انا عملته كده، وهخلي بقى البنات هم ايه يعيشوا مع نفسهم بقى، واحدة تقطع والتانية تحشي وكده. وفي نفس الوقت خدت العروق دي وقطعتها كده علشان تسهل عليا لما اجي اعمل المخلل بتاعي. اديتهم بقى المحشي يحشوه، وانا كنت مطلعه الفرخه اللي انا كنت منضفاها ومجهزاها معاكم وحطاها في الفريزر، طلعتها وسبتها تفك وغسلتها كويس جدا وعلقت عليها وسبتها تتسلق علشان اخد المرقه بتاعتها اسوي بيها المحشي. وعملنا بقى كمان شويه لسان عصفور. وهنا ابتديت اقطع الورق اللي فاض معايا من المحشي، الورق اللي هم يعني ابتدوا يقطعوا، وده الورق اللي فاض منهم. فانا جبت برطمان ازاز حلو كده معقم وجميل، وابتديت بقى اقطع الورق بالحجم اللي انا عايزاه. وجبت كده واحدة بنجر علشان يدي لون حلو. البنجر ده كنت انا مفرزاه معاكم في الفريزر، فحطيت قطعة واحدة بس من البنجر، وتقدري تحطيها في قلب المية بتاعة التخليل لو انت حابة تديكي لون اقوى، بس هي هنا برضو هتدي لون جميل جدا. ابتديت بقى اضغط على المخلل بتاعي، اضغطي عليه كويس جدا. وتقدري تعمليه برضو من غير ما تسلقيه، يعني لو انت حابه تعملي الكرنب من غير ما تسلقيه تقدري تعمليه من غير ما تسلقيه، ولو انت حابه تسلقيه علشان يسرع معاكي عمليه التخليل زي ما انا عملت كده، وده طبعا مهدر مننا من العروق وكده، فده ينفع وده ينفع. فانا جبت هنا لكل لتر ميه بحط له من 4 ل5 معالق ملح على حسب الملح بتاعك بيحدق قوي ولا لا، فمن حوالي من 4 ل5 معالق. تقدري تضيفي له خل لو انت حابه، بس انا ما بحبش احط له خل، بيطلع برضو حلو ومقرمش وجميل. مسكت البرطمان بقى وابتديت كده اقلبه واعمله من فوق لتحت عشان اتاكد ان هو محكم الغلق، وعمل معايا ما شاء الله البرطمانين دول. واللون بقى شايفين يعني من قطعه بنجر صغيره، ما شاء الله اللون حلو جدا، والمخلل هيعجبكم جدا باذن الله. جربوه بالطريقه بتاعتنا النهارده. لو فاض منك ورق في المحشي او العروق بتاعه المحشي دي تقدري تعملي بيها الوصفه بتاعتنا النهارده. وده كان غدانا، اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب العالمين. واتمنى ان يومنا النهارده وافكارنا النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.